بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير عايزة تعرف مني الحمام الكينج، بما اني انا اتكلمت عليه كتير. يعني ناس سألتني، قالوا لي عايزين نعرف الحمام الكينج شكله ايه ومميزاته ايه وايه عيوبه، ويعني عايزين يعرفوا تفاصيل عن الحمام الكينج وايه هو التقليد بتاعه. يا جماعة الحمام الكينج ده رقم واحد. الحمامة ديت اصلا امريكي، يعني الحمامة الكينجية ديت حمام اصلا امريكي مهجن. الجماعة الامريكان هم اول من هجنوا الحمام ده لحد ما وصلوا لمستوى ونوع الحمام الكينج ده. الحمامة ديت أصلا مستوردة مش مصرية. لها تقليب ولها مميزات ولها شكل، وبتخش في معارض، وفي ناس غاوية الباب بتاع الكينج ده. بس احنا بالنسبة لمصر يعني ما بشوفش ناس، يعني ايه، اكترية الناس يعني مش محترفين فيه جامد. يعني الموضوع ده مشهور بره شوية. احنا عندنا من الحمام ده في كينج اللي هو المتوسط، وفي الكينج الشعبي اللي هو تحت المتوسط، وفي الكينج التقليب العالي. يعني مثلا حمامة زي دي ده كينج، ده متوسط، مستوى متوسط. بيمتاز بايه بقى؟ اول حاجة تلاقي التكشيرة بتاعت الحمامة تلاقيها ايه، يعني مكشرة زعلانة كده، حد ضاربها، حد شاتمها، تبص تلاقي ايه الحمامة شكلها مكشر. فيها رفع الديل برضو اهي، يعني فيها رفع الديل. الحمامة عايزة تطير مني اهي. الحمامة فيها رفع الديل شوية. الحمامة قصيرة مش حمامة طويلة مفرودة، حمامة مكببة كده. برضو فيها كسحة في رجليها سنة، تلاقي الرجلين فيها كسحة، وتلاقي الحمامة ايه تمشي متمخطر كده. وبرضو بيميزها ان هي ما بتطيرش، حمامة ما بتطيرش في الطيران. طيرانها ضعيف خالص، يعني ممكن متر كده او متر ونص بالكتير يعني. ده بالنسبة للحمام الكينج اللي هو الفوق المتوسط. في الكينج اللي هو الشعبي، الكينج الشعبي مثلا اللي هو تحت المتوسط، مثلا زي الحمامة دي مثلا اهي. دي الحمامة دي اهي، دي حمامة شعبية. ليه بقى؟ الحمامة الشعبية حجم وكبيرة وشكلها كبير برضو، بس ولكن في نفس الوقت ما التكشيرة بتاعتها خفيفة، ورفعة الديل ما فيش رفع الديل، عادية خالص، والحمامة حجم كبير. ده بالنسبة للحمام الشعبي اهي. الحمامة الشعبية اهي ديت بتبقى رفعة الديل بتاعتها عادية، مش رفعة الديل كبيرة، بس حمامة كبيرة، حمامة تقيلة. الحمام الجوز من ده بيتراوح من يعني 500 جنيه 600 جنيه بالكتير. اما الحمامه الاوليه اللي انا وريتها لكم الجوز فيها بيعدي ال 1000 جنيه، 1000 1200. دي المستويات بتاعتها. طب الالوان بتاعتها في زي ده كده مثلا التايجر، في الازرق، في مثلا الاسود، زي ما حضراتكم مثلا زي الاسود زي ده كده. ده بالنسبه ادي ده الكينج الاسود مثلا اهو، ده الكينج الاسود اللي زي دي كده، دي فرد كينج اسود مثلا. في الابيض يعني زي الزغلول ده اهو، الزغلول ده كينج ابيض اهو. في منها الالوان، اللون الابيض في زي الكينج ده مثلا، ده اللون الابيض، في اللون الاصفر، في اللون اللي هو التايجر، او وفي لون يعني الوان كتير. يعني بالنسبه للالوان اللي عندي، في حتى الوان والله انا ما اعرفش لون ايه، يعني انا هجيب لحضراتكم اهو. يعني في اللون ده اهو، مش عارف حضراتكم شايفينه ولا لا. في اللون ده موجود عندي، لون الازازي تقريبا اهو، اللون الازازي. حمامه عافيه، حتى تيجي تمسكها ما تقدرش تقف معاك. في اللون اللي هو الفاتح شويه، تحس اللي هو لون، في لون اصفر كده او فاتح اهو، لون بيج. يعني هو بيجيب عندي تقليب كتير يعني. بس انا ايه بعتمد في الحمام الكينج بالذات على الحجم. يعني انا بفضل ايه في الحمام الكينج ده بفضل فيه الحجم، ببقى عايز حجم كبير، يعني حجم حمامه كبيره. الحمام ده والله بسم الله ما شاء الله شغال معايا كويس خالص بفضل الله، شغله حلو بسم الله ما شاء الله. بيجيب معايا، وانا متمكن يعني الحمد لله في الباب بتاع الكينج الشعبي
او الكينج اللي فيه مواصفات. بحاول اجيب يعني احاول اخلي في جزء من المواصفات عندي للحمام، بحيث لو ناس عايزه مواصفات بالنسبه للحمام الكينج اللي هو مثلا زي ما قلت لحضراتكم رفعه الديل والتكشيره والصدر العريض والراس الكبيره والحجم الكبير والكسحه بتاعت الرجلين، والمشيه بتمشي بتبختر كده، تحس ان هي ماشيه متبختره المشيه بتاعتها دي. بالنسبه تقريبا يعني تقليب الحمام الكينج. ولكن انا بربيه عندي احجام، يعني بحاول اربي الاحجام، ان انا عايزه يجيب معايا حجم كبير، عايز الحمامه تجيب معايا حجم كبير، لان انا ببيعها حمامه لحم، يعني ببيع منه تقليب بس بنسبه بسيطه. الحمام الكينج بسم الله ما شاء الله من مميزاته ان هو ما بيحتاجش حضان، هو بياكل عياله بنفسه، يعني بيزق عياله بنفسه. بس انا في يعني حضنت كينج بيض كينج، بس بحضنه تحت رومانيات، لازم تقايل او حمام فلاحي تقيل، حمام اللي هو الفلاحي التقايل او الحمام الروماني العادي. المهم ان هي تكون حمامه تقيله يعني، لان البيض بتاعها بيبقى كبير ولازم يزقوا زغلولين كبار. ما ينفعش تحضنه تحت مثلا قص مثلا صغير، قص رفيع، قص مثلا من اللي هو شقلباز، قص يعني الحمام اللي هو الرفيع يعني بلدي عادي رفيع، ما ينفعش لازم تحضنه تحت حمام كبير. يعني مثلا انا عندي حمام الكريزليات الاحجام الكبيره او الفلاحي اللي محجم عندي، يعني بحضن تحتيه كينج وبيطلع والله، وبيطلعوا حلو خالص. طب الجوز الكينج بيبيض بعد قد ايه؟ بعديها والله اسبوع بالكثير، يعني 5 ايام اسبوع. لو انا عندي جوز كده مهتم بيه وحبه جامد ومش عايزه يزق عياله ولا يرقد على بيض ولا حاجه، بخليه يطلع وبسم الله ما شاء الله بيطلع عندي. يعني انا في حمام اهو اجيبه لحضراتكم من تحت الحضان اهو بسم الله ما شاء الله. الزغلتين دول لسه طالعين اهم، الزغاليل دي لسه طالعه، مش عارف حضراتكم شايفينها ولا ايه اهي، لسه طالعه بالظبط بقالها يومين اهو. دي انا من تحت الحضان بتاعهم فلاحي تقيل، فرد فلاحي تقيل، الاب والام تقال راقدين على البيض، بحضن الحمد لله طلع جوز زغاليل كينجيات اهي. هبقى اصورهم لحضراتكم لما يكبروا برضه. زي ده كده مثلا بالنسبه لتحضين الحمام الكينج اهو. ده فرد زي ده كده عندي، ده حمام تحضين احجام، لازم يبقى حجمه كبير زي ده كده اهو، حضراتكم شايفينه معايا، حجمه كبير اهو. ليه بقى لازم يبقى حجمه كبير؟ عشان يغطي البيضه الكبيره، لان بيضه الكينج بتبقى بيضه كبيره، وفي نفس الوقت لما يجي يزق الزغاليل بتاعه الحمام الكينج، يبقى يقدر يزقها ويقدر يطلعها. الحمام ده بسم الله ما شاء الله، حمام التقايل ده بيزق معايا الكينج. طب ايه تاني عن الحمام الكينج؟ الحمام الكينج بيطلع البيضتين، بيبيض البيضتين ويطلع البيضتين وبيطلع الزغلولين عندي بفضل الله. لان في ناس بيقول لك لا الحمام الكينج بيطلع بيضه واحده، لا والله بفضل الله بيطلع البيضتين عندي. يعني ثانيه واحده اجيب لكم جوز اهو طالع اهو. ده جوز زغاليل عمرهم تقريبا يعني مقربين على 15 يوم، جوز زغاليل كينج والله طالعين مع بعض، 2 خوات اهو. واحده هتطلع سودة والتانيه هتطلع لونها يعني بيج شويه اهو. دول زغاليل كينج تقريبا عمر يعني ما قربوش من 15 يوم، حوالي 12 يوم ممكن يعني. بس بص الحمامه بسم الله ما شاء الله ماليه ايدي، بص الحمامه قد ايه، حمامه ماليه ايدي اهي. ده بالنسبه للحمام الكينج. برضو اهي انا مطلع طريحه زغاليل اللي انا مصورها ورايا دي، طريحه زغاليل بسم الله ما شاء الله كلها كنجيات اهي. بص الفرد قد ايه، بص دي زغاليل اهي على وش الذبيح، زغاليل بسم الله ما شاء الله مالي ايدي بحلوه اهو، مالي ايدي، الفرد مالي ايدي، زغاليل كلها اهي انا بصورها لحضراتكم
اهو. بص الفرد قد ايه، بسم الله ما شاء الله. اهو الفرد بسم الله ما شاء الله اهو. شوف الفرد قد ايه، بص فرد قد ايه. بص برضو الكينج الابيض اهو. بص مش شرط على فكره ان كينج ابيض يجيب لي ابيض، مش شرط يعني. انا في تقليب عندي يعني ده جاي طالع ابيض اهو، مش شرط ساعات الابيض ده بيجيب لي الوان تانية يعني. اهو انا بحاول اوريه لحضراتكم اهي طريحه الزغاليل اللي طلعت لي المره دي اهي من الكينجيات. فانا بقول للناس كلها ربي الحمام الكينج. ليه؟ والله انا بربيه كويس ادام انت بتهتم بالتحديق وبتهتم بالفيتامينات والاملاح والكالسيوم والحلبه. يا جماعه ما تنسوش الحلبه حلوه قوي. ان انا لما بغلي الحلبه واحطها للحمام، الحلبه بفضل الله كويسه خالص. يعني الحلبه بتعمل على عمليه تنشيط للمبايض بالنسبه للانثى، وبتعمل عمليه زياده التخصيب بالنسبه للذكر. طول ما انت مهتم بالتحديق، قلنا التحديق اللي هو مكونات الطبيعه، الطوب الابيض والطوب الاحمر والرمل والفحم وشويه ملح من ملح الاكل العادي. الحاجات دي بفضل الله بتبقى كويسه خالص، وبتعمل معايا عمليه تكوين جوه جسم الطائر، يعني ان هو بيكون البيض. والاملاح بتاعتي كويسه، وبجيب كالسيوم وكده. بتلاقي بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لك ان الحمام الكينج عندي والله في انواع بتلحم العش في العش. يعني انا عندي انواع كينج بتلحم العش في العش يا دوب. الحمام الكينج بس هو الناس يعني بتخاف منه، او يعني ما بيعرفش يظبط معاه شويه، لانها حمامه بنت لذينه. يعني هي عايزه غذاء جامد. هي مشكلتها ان هي عايزه بتاكل كتير. يعني هو ممكن ياكل 150 جرام في اليوم. هي ممكن ياكل 150 جرام، وفي نفس الوقت بيحتاج كميه كبيره من الاملاح المعدنيه والكالسيوم، لان جسمه بيحتاج كده. حتى الزغاليل انا بدعمها برضو بالاملاح المعدنيه والكالسيوم. ليه؟ حمامه بسم الله ما شاء الله. يعني الحمامه حمامه كبيره. بص حضراتكم، بصوا الحمامه قد ايه. الحمام بصوا اهي، حمامه بسم الله ما شاء الله غول. يعني انا بص الحمامه قد ايه. بص ايدي في الحمامه قد ايه. الحمام بص، حمامه بفضل الله تحطها على الميزان تقرب من 1.5 كيلو. فهي حمامه غول، حمامه دبابه. بس والله العظيم هتفرحك. يعني حبيت تاكل منها بسم الله ما شاء الله، ما تستخسرش في نفسك حاجه. انا باكل منها طز، ايه المشكله يعني؟ جوز ب 600 جنيه 400 جنيه 1000 جنيه كمان، ايه المشكله؟ ماكله، ايه المشكله يعني؟ ما اشوف الفراخ بكام واللحمه بكام. حمامه بسم الله ما شاء الله تشرف. حتى لو بعتها وعايز تجيب مكانها حمام بلدي، الجوز من دول ممكن يجيبوا لك 3 4 تجواز من الحمام البلدي. وده بياكل وده بياكل، بس الفرق ان ده ايه، ممكن بياكل اكتر شويه. بس هتحس ان انت مربي حمامه بسم الله ما شاء الله تشرف. بص الحمامه قد ايه، حمامه غوله. الحمام ده حمام تقايل، وحمام حجم كبير. الحمامه بسم الله ما شاء الله والله قليل لما حمامه عندي تجيب زغلول واحد. يعني بفضل الله الحمام عندي كله بيجيب زغلولين. يعني الحمام كله بيجيب زغلولين. بصوا حضراتكم اهي حمامه كمان اهي. انا والله بصور لكم من ارض الواقع، من ارض المعركه زي ما يقولوا. اهي انا في قلب الغيه بتاعتي، او في قلب العشه اللي انتوا يعني زي ما تسموها سموها يعني. بص الحمام، بص الحمامه قد ايه. حمام يعني. بص ايديا يا دوب جايباه بالعافيه. بص اهو. لو عايز تشوفوني من بعيد الحمامه حمامه بسم الله ما شاء الله، حمامه تشرف، حمامه غول. الحمام الكينج بالنسبه لي هو انا بحب الباب ده، والعشق بتاعي في الحمام. العشق بتاعي هو الحمام الكينج. انا ضد الناس اللي بتقول لك انا ما بكسبش من الحمام. يا عم ازاي ما تكسبش من الحمام؟ انت لازم تكسب من الحمام. ربي وتفرج وعيش حياتك، بس تكسب. معلش انت مش احمد مكي يعني، احنا كلنا على الله. ربي لي حمام وتقعد تصرف عليه وفي الاخر ما يجيبلكش اي حاجه. لا، انت ربي جوز حمام برضو كويس، وتتفرج عليهم وتتبسط بيهم وتاكلهم ومية مية، في نفس الوقت تستفاد منهم. يعني جوز الحمام من ده ربنا بيكرم. بتبيع منه، بتفرط منه، بتجيب منه احجام كويسه. ربنا بيكرمك فيه والله العظيم، وبيبقى حاجه كويسه خالص وحاجه تشرف.
الحمام عندي بيشتغل، يعني انا بفضل الله طول ما انا محافظ على الاملاح المعدنيه والكالسيوم. كنت عايز امسك لكم واحده طلعت تجري طارت. يعني طول ما انت مهتم بالاملاح المعدنيه والكالسيوم ربنا بيكرم وبيجي لك حمام كويس. من الغلطات اللي اخواتنا برضو بيقعوا فيها ان انت بتمسك الحمام تفضل شغال فيه شغال فيه شغال فيه، مخلي الحمام هو اللي يشتغل. يا عم لا، لازم تجدد ازاي؟ يعني لازم يكون عندك شباب. يعني انا مثلا كل فتره كده، يعني مثلا الحمام اللي ورايا ده سواء بعت منه او كلت منه هستنضف لي جوز كده فيه ولا اتنين. بحس انا بالحمامه من هي زغلوله كده، بحس انها هتطلع حمامه حلوه. ليه بقى؟ لما تلاقي الزغلول بسم الله ما شاء الله نشيط، والزغلول كبير حجمه حلو ونشيط، وحتى لما تيجي ياخد الاكل تبص تلاقي الاكل بتاعه مهضوم، مش واقف في حصلته، بيهضم على طول. لما حتى بتحط له الاكل بيبقى عنده اقبال على الاكل. ده بفضل الله باذن الله بنسبه كبيره خالص هيطلع زغلول محترم، يعني هيطلع زغلول كويس. ده ربيه هتطلع مناعته حلوه وزغلول كويس. فانا برضو زي ما تقول بختار من كل وش ليا. انا بطلع وش زي دي، طريحه زي دي، زي حضراتكم ما بتسموها بقى طريحه، قطفه، وش، حسب لغات اللهجات بتاعت محافظاتنا يعني المصريه. فانا كل وش كده بجيب لي منه زغلول او 2 أو 3 بالكتير، بربيهم. يبقى عندي شباب. الشباب ده بعد 6 شهور يشتغل، اجي بعد يعني يبقى عندي دوره كده. ليه بقى؟ لان انا بيقابلني حمام بيكبر في السن، شغله بيقل، بيقابلني حمام فيه عيوب، بيقابلني ذكر ما بيخصبش، بتقابلني نتايه ما بترقدش على البيض، بيقابلني مشاكل. يبقى انا ساعتها عندي عندي زي استبن كده. يعني دول اللي قاعدين في دكه الاحتياط زي لعيبه الكوره كده، بيبقى عندي حمام دكه احتياط. دي برضو من الحاجات اللي لازم تعملها مع الحمام الكينج. من الحاجات برضو اللي انت لازم تعملها مع الحمام الكينج ان انت بتمسك، بيحتاج بصراحه نظافه على طول. يعني تحاول المكان بتاعك يبقى نظيف، وبترشه عشان الدبان سوس الريش او الدبان بتاع الريش. ده برضو بيعمل له مشاكل وبيخليه يقعد يتهرش كتير. لما بيتهرش بيجي كسر البيض. اما الحمامه لو راقده كويس ومفيش حاجه بتضايقها بترقد على البيض مرتاحه ومية ما بتكسرش البيض. الدبان بتاع البيض ليه رشه بوريه لحضراتكم، او لو حد دخل على القناه هيلاقي انا كنت مصور مقطع فيديو عن الرش بتاع ذباب الحمام او سوس الحمام. لان الحمامه لو ما نامتش مرتاحه على البيض وما ارتاحتش على البيض هتقعد تتهرش يمين وشمال زي الكلب الجربان كده، وهتيجي مكسره البيض بتاعها. عايز اقول لك ان الحمام الكينج من مميزاته بيتجوز بسرعه. يعني انا ما برغموش ان هو يتجوز، مش حمام تنح يعني، لا هو حمام نشيط. الذكوره بتاعته بسم الله ما شاء الله عافيه خالص. الذكوره بتاعته عندها نسبه خصوبه عاليه، وحمام يعني فرد نشط. اي انتايه بتحطها له بياخدها على طول. برضو ما بيزهقكش في التزاوج. هو بس عايز مكان يكون مريح، ويكون ما تحطش ذكوره كتير. يعني انا مثلا في العشه بتاعتك ما تخليش ذكوره فردانيه، لان الذكر الفرداني اللي ما معهوش نتايه بيبقى غشيم خالص، ممكن يخش على الحمام يكسر لك البيض بتاعه، ممكن ينقر لك في الزغليل يبهدلها. هو حمامه حلوف، حمامه غبيه. فانت برضو لازم يكون عندك العدد الحمام مساوي لبعضه. لو لقيت عندك ذكوره زياده احبسها، عادي احبس الذكر زياده. النتايات ما تزعلش، يعني انت لو عندك نتايات زياده ما بتزعلش. اما المشكله الذكوره الزياده، لما يبقى في ذكر زايد بتلاقي الذكوره دي غبيه وممكن تكسر لك البيض وتضرب لك وتموت لك الزغاليل وكده. بالنسبه اللي بيربي زي حالاتنا كده في مفتوح، يعني ما بيربيش في سلكات، بيربي مفتوح، ده بيبقى عرضه ان الحمام يعضعض في الزغاليل او ان هو يكسر البيض. فانت ما تربيش بالنسبه للعدد بتاعك، حاول ما تربيش ذكوره زياده. ولو عندك ذكوره زياده احبسها في كل، يكون عندك 2 ولا 3 مقفلين، احبس في كل عين ذكر. بالنسبه لي بصوا برضو طالع لي لون عامل ازاي. ده شاب انا مربيه يعني من حوالي، يعني عليه كام ريشه اهو، بسم الله ما شاء الله، وعليه ريشتين، او الفرد عليه ريشتين يعني، فاضل فيه ريشتين ده يعني خلاص، يعني ممكن شهر بالكتير ويشتغل. يعني الفرد ده شهر بالكتير ويشتغل. في حمام بيشتغل عندي على ريشه، فاضل فيه ريشه، او في على ريشتين والله بيشتغل. بس بنسبه كبيره الحمام لما بيشتغل بعد ما يقفل الريش بتاعه ده احلى حاجه، يعني بيبقى اكتمل اعضائه الجنسيه وخبرته، يعني بتبدا ان هو
يشتغل. بص الفرد، بص لونه عامل ازاي، سبحان الله يعني. اول مره يجي لي اللون ده، مش عارف حضراتكم شايفين، لون مزرق كده بحاجات غريبه كده اهو. بس برضه حمام، بص الشاب عامل ازاي، هو بنسبه كبيره هيطلع ذكر يعني، ده بنسبه كبيره ان شاء الله ذكر، باين عليه ذكر اهو. بص حجمه قد ايه، بص معلش معلش انا اسف لو انا بصور لكم بتليفون ارضي، لسه امكانياتي ما وصلتش بقى. لما احقق مكسب من اليوتيوب وحضراتكم كده تعملوا لي اشتراك في القناه وتحطوا لايك وتدعموني، وابدا اقبض بقى واتغنى من اليوتيوب، ايه هبقى اصور لكم بايفون بقى وتليفونات حديثه. الارزاق على الله. ادي المهم المعلومه يعني توصل، التصوير حتى لو مش باين كويس بس المعلومه توصل. بالنسبه اهو، بص الفرد، بص الفرد يا جماعه، مش عارف انتوا حضراتكم شايفينه ولا لا، بس بص عايز تعرف الفرد كبير ولا صغير من ايدي، بص ايدي، بص ايدي يا دوب ايديا الاثنين جايباه، يعني يا دوب ايديا الاثنين جايباه. بص الفرد ده بيعدي الكيلو على الميزان، انا حطيته لك على لو في ميزان دلوقتي بيعدي الكيلو معايا، فرد الكينج ده بيعدي الكيلو. بص الفرد عامل ازاي، ده شاب عليه ريشتين، برضه ابقى اوريكم يعني ايه الريش. فرد الحمام بيبقى فيه 20 ريشه، بيوقع كل 15 يوم، بيوقع كل 15 يوم ريشه، وده اللي بيبين لك عمر الحمام، ان الحمام صغير ما اشتغلش. في حاجه تانية بتبين لك برضه الحمام صغير، ان انت تبص من هنا تلاقي الحمام ما اكلش، يعني تلاقي الحته ده اهي، الفتحه اللي هي عند عظمه الحمام او عند بق الحمام دي، تلاقيها صغيره كده وواضحه ومش مش محرشفه يعني. بص اهي، ده يبقى فرد ما اكلش لسه شاب صغير. تلاقي برضو ايه، ده بيبقى بنسبه كبيره اهو، بص شاب صغير. لو انا احاول جبت لك مثلا فرد مأكل، فرد كبير استنى معايا دقيقه واحده، ثانيه واحده. ده فرد كبير في السن اهو مأكل، بص حضرتك، بص اهو، بص هتلاقي العظمه بتاعته، بص عينه عامله ازاي اهو، بص هتلاقيه مأكل، وتلاقي الحته اللي فوق المناخير دي، الحته الايه اللحم اللي بيبقى في المناخير تلاقيه خشن اهو، مش عارف حضراتكم شايفينه ولا لا اهو. اهو شايف الحته اللي عند العين دي اهي، تلاقيها كبيره ازاي، تلاقيها مضخمه كده. بالنسبه للحمام الكينج ده بيبقى ان شاء الله ده فرد كبير، يعني فرد كبير ومأكل اهو. بص عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حوت اهو، حوت. يلا روح. في عندي تهجين بقى من الحمام الكينج، ده قطاوي، اللي هو بيبقى له ريش في رجليه، برضه حمامه كبيره وتقيله ولها مميزات الكينج، بس يعني الكينج واخده سمعه عنها اكتر منها. والقطاوي ده كان الباب القديم عند والدتي انا في البحيره، في دمنهور في الارياف، يعني مربيه القطاوي ده. انا عندي مدياني، يعني والدتي مهدياني، والدتي عندها غيه في البحيره بسم الله ما شاء الله. والدتي غاويه الحمام برضو من هي صغيره، بس تربيه اللي هو الفلاحين، يعني تربيه فلاحي كده. ده فيه القطاوي. الحمام الكينج ما بيبقاش ليه ريش في رجليه، اللي هي السراويل او الشراويل، يعني في ناس بتقول عليه ايه شروال زي الحمام الشقلباص كده، او سروال اللي هو الريش اللي بيطلع في الرجلين. فالحمام الكينج ما فيهوش ريش في رجليه. القطاوي فيه ريش بقى، بص القطاوي اهو بص كده معايا، ده فرد، ده جزء قطاوي، كنت انا واخد قطاوي من والدتي اهو استنى اعمل حاجه اهو، ده فرد قطاوي اهو، برضو بيبقى حجمه كبير، برضو حجمه حلو مش وحش، بس مالوش مميزات الكينج. اللي طالع له ريش في رجليها اهو، بص اللي انا بقول لحضرتك عليها اهي، هي بس ممكن تكون منتوفه او يعني مش باينه كويس، بس بص الحمام الكينج بيبقى اقرع ريشه، ما بيبقاش ليه، بص ده ليه اهو، اجيب لك اهي، بص حضرتك كده شايفها معايا اهي، بص ده طالع له ريش في رجليه، اللي هو الجماعه اخواتنا الغواب بيسموها ايه شروال بحرف الشين، او سروال بحرف السين حسب، يعني اللي هو الريش اللي بيطلع في الرجلين ده بيبقى موجود في القطاوي، عشان لو حد عايز يعرف يعني ايه حمام كينج ويعني ايه حمام قطاوي. الحمامه الكينج زي ما قلت لحضراتكم حمامه كبيره، حجمها كبير، لها رفع الديل، لها تكشيره مكوره كده، ديلها مقارب من ظهرها، رجليها قرعه، عشان بس حد يعرف رجليه، الرجل بتاعه قرعه ما بيبقاش فيها ريش خالص. القطاوي لا يعني ممكن نسبه تكشيره بسيطه، حجمه برضو كبير، حجمه بسم الله ما شاء الله كويس ضخم، في ريش في رجليه. في بقى تاني حمام برضو ضخم وحمام كويس، اللي هو الحمام الايه، الحمام الروماني اهو، ده الحمام الروماني
وفي الحمام الرومي. الحمام الرومي ده حجمه ضخم، يعني حجمه ضخم، اما ده أنا الروماني ده بيبقى اقل شويه اهو. بص كده معايا الفرد ده، هتلاقيه فرد طويل مش زي الكينج. الكينج بيبقى ايه مكور، ده فرد طويل. بص اهو، ده فرد روماني. الروماني ده بيبقى فرد طويل حجمه حلو برضه، حجمه كبير بسم الله ما شاء الله. بيجيب عني زغاليل ايه، بيجيب حلاليف اهو. امسكهولك بس كويس عشان تشوفوا اهو. بص الفرد اهو. الروماني برضه حجم كبير طويل، مدي حجم كبير في نفس الوقت. بص حجمه بس مفرود، حمامه مفروده يعني. تقريبا طولها ممكن يقرب من حوالي 50 سم، يعني 45 سم حاجه زي كده في الطول يعني. اهو. ده بالنسبه للحمام اللي هو الروماني. في الرومي بيبقى اكبر من ده حجم بقى. الرومي ده يعني اكبر من اطول من ده شويه، تقريبا ايه يديله 5 سم ولا 10 سم كمان حمام الرومي. بس للاسف ايه انا ما عنديش حمام رومي، انا بربي التقايل اللي هي الحمام الكينج بانواعه، الكينج اللي هو التقليب والكينج الشعبي، وبربي الرومي الروماني، وبربي القطاوي، وبربي اللاحم الفرنساوي. اللحم الفرنساوي برضه حمامه حلوه وتقايل، وحمامه بتجيب حجم حلو يعني برضه. هي هحاول اشوف لكم اهو. بص لي كده على اللحم الفرنساوي اهو. ادي اللحم الفرنساوي، في منه ابيض اهو، وفي منه الوان تانية. اللي عندي منه اهو السيلفر، في عندي لحم سيلفر اهي. ادي بالنسبه لي اللحم الفرنساوي. بص برضو حجم حلو، حجم تقايل. هي الحمامه اللحم الفرنساوي بتبقى شبه الحمام البلدي، في الشبه بالظبط الحمامه البلدي، نفس الراس ونفس الشكل، ولكن رجليها برضو قرعه اهي. رجليها قرعه ما بيبقاش فيها ريش بالنسبه لي الحمامه اللحم الفرنساوي. في ناس بتقول لك ضربه عينها حمراء، هي ضربه عينها حمراء هي بس عادي. لو حطيتها لك في الشمس يومين عينيها هتولع وتبقى حمراء. هي حمامه انت بتعرفها من شغلها من الاخر، مش اي حمامه هتبقى لحم فرنساوي. الحمامه اللحم يعني ايه لحم؟ يعني بتلحم العش في العش. انا يكش تجيب لي حمامه شكل شبه الكلب بس بتجيب حجم كويس وبتلحم العش في العش. فالحمامه دي عندي اهي بفضل الله، دي الحمامه دي بتلحم العش في العش. يعني ممكن عيالها يا دوب هبدا اقطف عيالها الاقيها باضت والله، بتزغط بتزق في الزغاليل وراقده على البيض، تزق في الزغاليل وراقده على البيض. وذكرها بيبقى ذكر غشيم، بيبقى ذكر ابيض غشيم. ده بالنسبه للحم الفرنساوي. عندي برضو منه لاحم سيلفر اهو. اللحم السيلفر ده محترم برضو وشغله حلو خالص اهي. دي لاحم فرنساوي سيلفر اهي. اللحم الفرنساوي السيلفر دي برضو كويسه خالص، بتلحم العش في العش. حمامه محترمه وبنت ناس اهي، حضراتكم شايفين اهي. بيبقى لونها يعني بيج فاتح كده شويه، فيها خطين ايه بني غامقين في الجناح. ده اللاحم السيلفر اهو. دي بالنسبه للتقايل اللي انا بشتغل فيها. يعني ايه تقايل؟ يعني حمامه تقيله بتجيب معايا زغلول كبير، زغلولها بسم الله ما شاء الله كيلو الا ربع. زغاليل يعني بسم الله ما شاء الله احجام دبابات، وانا بعمل معاها شويه شغل كده بخلي الزغاليل تجيب معايا حجم كويس. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، وانا حاولت اوريكم وانا في ارض الواقع اهو في العشه بتاعتي او الغيه بتاعتي، بوريكم انواع الحمام اللي عندي والزغاليل والكبير، وادينا بندردش مع بعض. لو حد عجبه الفيديو معلش حاول تحط لنا لايك. الحمامه اللي ورايا حطت لايك اهي، حاول تحط لنا لايك وتشترك في القناه. ودعمكم وان شاء الله يخلينا نستمر، ودعواتكم ان شاء الله بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.